قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها سارة، واللي بنشوفها وهي بتتكلم مع جوزها اللي اسمه بيتر، وبنعرف ان سارة متجوزاه وعايشين سوا من حوالي 5 سنين، وبيكون بيتر شغال مهندس، وبسبب ان شغله بعيد بيسافر بيتر اوقات كتير خارج البلد. واثناء كلامهم سوا بتقول له سارة ان هي حاسة بتعب، وبتعرفه ان هي هتضطر تروح بكرة المستشفى عشان تطمن على نفسها، وبتطلب من بيتر ان هو يرجع من الشغل عشان يبقى جنبها في فترة تعبها. لكن بيتر بيقول لها ان وراه شغل كتير ومش هيقدر يسيبه ويرجع لها، وبنلاحظ ان هو ما بقاش مهتم بيها زي الاول، ودايما بيتحجج بالشغل عشان يفضل مسافر بعيد. ولما بتقفل سارة الاتصال بتروح تنام عشان تروح الصبح المستشفى، لكن وهي نايمة بتحلم ان هي بتاكل عملات معدنية كتير، وبعد ما بتصحى من النوم مفزوعة بتلاقي السرير كله دم، وبعدها بتقوم عشان تجهز نفسها وتروح المستشفى، وهناك بيعملوا لها شوية فحوصات واشعة، وبعدها بتروح البيت وبتكون في انتظار اتصال المستشفى عشان تعرف النتائج. وبالليل بتبعت رسالة لبيتر عشان تطمن عليه ويتكلموا سوا عن يوم كل واحد فيهم في الشغل، لكن بيتر مش بيرد عليها. وبعد شويه بيبعت لها رساله تانية وبيقول لها ان هو كان عنده شغل كتير ولسه واصل ولازم ينام بدري، فبتحس ان هو مش عايز يتكلم معاها وبيتهرب منها. وبتروح ساره تاني يوم الجيم عشان تتمرن شويه، وبعد الظهر بترجع البيت تاني، وساعتها بيتصل بها بيتر وبيقول لها ان وصلته رساله من المستشفى وانهم بلغوه ان هي مصابه بمرض خطير جدا وفي مرحله متقدمه. فبتنصدم ساره جدا من كلامه، وده لانها بدات تحس ان صحتها بقت احسن في اخر كذا يوم. فبيقول لها بيتر ان هي لازم تروح المستشفى تاني وتعيد الفحوصات عشان تتاكد. وفعلا بتروح ساره المستشفى تاني يوم، وهناك بتقابل الدكتوره المسؤوله عن حالتها، واللي بتقول لها ان حالتها صعبه جدا لانها مصابه بمرض نادر وهيقضي على حياتها في مده قصيره، وبتعرفها ان قدامها فتره بسيطه جدا قبل ما تفارق الحياه. وبتقول لها ان نسبه النجاه من المرض ده مش ازيد من 2%، يعني شبه مستحيل ان هي تعيش. والدكتوره بتنصحها ان هي تودع كل اهلها وكل الناس اللي بيحبوها قبل ما تفارق الحياه، وبتقترح عليها ان هي تشارك في مشروع اسمه مشروع الاستبدال. وبتقول لها ان المشروع ده بيتيح ليها طريقه ان هي تستنسخ نسخه تانية منها واللي بتكون شبهها بالظبط، وبتعرفها ان النسخه الجديده هتقدر تكمل حياه ساره عادي بشكل طبيعي وهتعيش الباقي من عمرها كانها هي. وبتعرفها ان الهدف من مشروع الاستبدال ان اهل الشخص المتوفي ما يحسوش بفراقه، لكن بشرط ان هم يستشيروا اهلها قبل ما يعملوا العمليه. وبتديها ورقه مكتوب فيها كل حاجه عن العمليه. ولما بتروح ساره البيت بتدخل تدور على الانترنت عن عمليه الاستبدال، وبتشوف فيديو بيشرح ازاي العمليه بتتم، وبتعرف ان النسخه الجديده منها هتكون شبهها بالظبط ونسخه طبق الاصل منها، وكمان بتعمل كل حاجه زي النسخه الحقيقيه، وان هيكون عندها نفس الطباع وبتحب كل حاجه زيها. وفعلا ساره بتتشجع اكتر ان هي تعمل عمليه الاستبدال، وبتقرر ان هي تروح تاني يوم فعلا وتعمل العمليه. وتاني يوم بتروح ساره لمقر الشركه اللي بيعملوا فيها عمليه الاستنساخ، وبتكون قلقانه جدا لانها بتعتقد ان العمليه صعبه، لكن الدكتور بيطمنها ان العمليه بسيطه جدا وان هي بتتعمل في خلال ساعه واحده بس، وكل المطلوب منها عينه من الحمض النووي. وبعد ما بياخدوا منها العينه بتستنى ساره، وبعد ساعه بيرجع لها الدكتور مع النسخه الجديده منها، وبيقول لها ان حصل غلطه بسيطه اثناء عمليه الاستنساخ خلت لون عين النسخه بتاعتها يكون ازرق، لكن ساره بيكون ما عندهاش اي مشكله، وبتاخد النسخه الجديده بتاعتها وبيروحوا البيت سوا. وهم راكبين العربيه وماشيين في الطريق للبيت بتتكلم ساره مع النسخه الجديده عن حياتها وكل حاجه هي بتحبها، وبتتكلم معاها عن جوزها بيتر وكمان والدتها. فبتقول لها النسخه ان هي متشجعه جدا عشان تتعرف عليهم. وبعدها بتشتري ساره للنسخه الجديده بتاعتها هدوم كتير وكل حاجه ممكن تحتاجها. وبعد مده بيرجع بيتر من الشغل بتاعه وبيقابل النسخه الجديده من ساره، وبيبان ان هو معجب بيها اكتر من ساره الاصليه، وبيكون متحمس ان هو يخرج معاها ويتعرف عليها اكتر، وبيتمنى ان ساره الاصليه تموت بسرعه. فبتتضايق ساره من رد فعل بيتر جوزها لانها بتحبه جدا وكانت متوقعه ان هو يفضل جنبها في الوقت اللي هي تعبانه فيه ويودعها في الايام اللي فاضله ليها في الحياه. وبعد مده بتروح ساره للمستشفى تاني عشان تطمن على حالتها، لكن المفاجاه ان الدكتوره بتقول لها ان المرض بتاعها اختفى وانها مش هتموت قريب، وبيكون كل
الدكاتره مستغربين ازاي ده حصل، وبتفرح ساره جدا وبتكون مش مصدقه اللي حصل، وبتسال الدكتوره عن الاجراءات اللي المفروض تعملها عشان تتخلص من النسخه بتاعتها لانها مش محتاجه ليها. فبتقول لها الدكتوره ان هي دلوقتي مش هتقدر تتخلص من النسخه بتاعتها ولا حتى هتقدر توقفها، لان الشركه المصنعه بتحدد مده معينه للتعطيل بعد استلام النسخه، وده لو النسخه فيها اي مشاكل، وبما ان المده دي خلصت مش هتقدر تعمل حاجه. وبتقول لساره ان الحل الوحيد ان هي تخلي المحامي بتاعها يرفع قضيه على الشركه المسؤوله عشان يعطلوا النسخه بتاعتها. وفعلا بتروح ساره للمحامي بتاعها وبتقول له ان هي عايزه ترفع قضيه على الشركه وتعطل النسخه بتاعتها. فبيقول لها المحامي ان ده مخالف للاتفاق اللي بينها وبين الشركه، وبيعرفها ان الحل الوحيد عشان تتخلص منها هي انها تدخل معاها في تحدي، واللي هيعيش منهم هو اللي هيكمل حياه ساره. فبتنصدم ساره وبتفهم ان الحل الوحيد قدامها انها تشارك في التحدي قدام النسخه بتاعتها وكمان تكسبها، والا الشركه هتعتبرها منسحبه، وساعتها هيكون من حق الشركه ان هم اللي يتخلصوا منها ونسختها هي اللي هتكمل حياتها. هو بيعرفها المحامي ان التحدي عباره عن مباراه مبارزه، وبينصحها ان هي تبدا تتدرب مع مدرب متخصص عشان تستعد للقتال. وفعلا بتتفق ساره مع مدرب متخصص عشان تكون جاهزه، وبتروح لوالدتها عشان تحكي لها عن اللي حصل وتعرفها ان هي هتعيش. لكن المفاجاه ان هي بتلاقي بيتر والنسخه بتاعتها عند والدتها، فبتتضايق ساره جدا لانها ما كانتش قالت اي حاجه لوالدتها ولا قالت لها حتى على مرضها. لكن النسخه بتاعتها بتقول لها ان هي كانت بتتصل بوالدتها الفتره اللي فاتت عشان تقرب منها وتطمن عليها. وبنفهم ان والدتها بدات تحب النسخه الجديده منها اكتر من ساره الاصليه نفسها لانها ما كانتش بتكلمها ولا بتطمن عليها. فبتتضايق ساره جدا وبتبدا تحس ان كل اللي حواليها مش بيحبوها، وبتقرر ان هي تمشي. فبيروح بيتر وراها وبينصحها ان هي تبعد عنهم لانهم فرحانين من غيرها مع النسخه الجديده. فبتنصدم ساره من اللي بيحصل وبتقرر ان هي تشارك في التحدي عشان تكسب النسخه بتاعتها وتتخلص منها. وفعلا بترجع البيت وبتبدا التدريب مع المدرب عشان تستعد للقتال، وبيبدا المدرب يجهزها للتحدي، لكن ساره بتكون ضعيفه جدا في التدريبات. فبيديها المدرب اسطوانات لافلام اكشن عشان تتعلم منها وتبقى اكثر شجاعه، وبيقول لها تاني يوم هيرجع لها عشان يكملوا التدريب. وتاني يوم فعلا بيروح المدرب ليها وبيعرفها ازاي هيكون نظام التحدي، ان هيكون قدامها ترابيزه عليها 5 اسلحه وبيشرح لها كل سلاح منهم، وبيديها مجموعه جديده من افلام الاكشن عشان تتشجع وتكره النسخه بتاعتها. وبعد مده من التدريب بتكون ساره اقوى واكثر شجاعه وبتكون مستعده عشان تخلص على النسخه بتاعتها، وبيتم تحديد وقت التحدي بينها وبين نسختها. لكن قبل التحدي الاحوال الماديه لساره بتكون سيئه جدا لدرجه ان ما بيكونش معاها اي فلوس عشان تدفع للمدرب بتاعها، وده لان النسخه الجديده استولت على حياتها كلها وكمان شغلها. فبتعرض على المدرب بتاعها ان هي تعلمه الرقص مقابل التدريب ليها، وفعلا المدرب بيوافق وبيبان ان هو معجب بيها. وتاني يوم بتروح تشتري الهدوم الخاصه بالتحدي عن طريق اخر مبلغ موجود معاها. وبعد ما بتشتري الهدوم بتروح عشان تقابل بيتر في مطعم، وبيتكلموا عن التحدي وبتقول له ساره ان هي هتتخلص من النسخه الجديده بتاعتها وهترجع حياتها اللي اخدتها منها. فبيحس بيتر بالندم على اللي عمله معاها، وبيقول لها ان نسختها مستعده ليها فعلا، وبيبان على بيتر ان هو مش مبسوط، وبيشتكي ليها من نسختها وبيقول لها ان هي بقت بتتخانق معاه على اي حاجه، وبقت عصبيه جدا زي ما ساره نفسها كانت بتعمل. وبعدها بترجع ساره البيت عشان تكمل التدريب، وبيوصل المدرب بيتها وبيكون معاها الكلب بتاعه واللي بيكون باين عليه كبير في السن، وبيطلب منها المدرب ان هي تخلص على الكلب بعد ما خلصت التدريبات بتاعتها عشان يبقى ما عندهاش اي رحمه وتقدر تخلص على النسخه بتاعتها في التحدي. لكن ساره بيكون صعبان عليها الكلب جدا وبيكون مش عايزه تخلص عليه، فبيتضايق منها المدرب وبيقول لها ان هي لازم تكون شجاعه لانها لو ما خلصتش على الكلب مش هتقدر تخلص على النسخه بتاعتها في التحدي. وساعتها ساره بتاخد بالها ان في حد بيراقبهم من بره البيت، وبتتفاجئ ان هي النسخه بتاعتها، فبتضرب عليها ساره سهم وبتخرج من البيت عشان تلحقها. لكن اول ما بتخرج بتلاقي السهم جه في كلب ماشي في الشارع وخلص عليه. فبتعتذر ساره لصاحبه الكلب وبتطلع عشان تجري ورا النسخه بتاعتها لحد ما بتلاقي نفسها في حديقه عامه والنسخه بتاعتها بتختفي. وهناك بتشوف 2 توأم، ولما بتسالهم عن نسختها بيقولوا لها ان هي مستخبيه في الغرفه الخشب. ولما ساره بتروح هناك بتلاقي نسختها مستخبيه جوه الاوضه، فبتدخل لها ساره وبتتكلم معاها عن التحدي. فبتقول لها النسخه ان هي متاكده ان هي بتكرهها بعد ما استولت على حياتها واكيد عايزه تتخلص منها، وبتعتذر لها على اللي عملته في حياتها، وبتقول لها ان بيتر بقى ممل جدا وبدا يزهق منها هي كمان وبيتخانق معاها دايما، وكمان والدتها دايما بتقلق عليها وبتتصل بيها كتير لدرجه ان هي زهقت منها. وبتقول لها ان حياتها صعبه
جدا وما كانتش متوقعه ان هي تعاني بالشكل ده، وبتعرفها ان هي مش عايزه تعيش الحياه بتاعتها، لكن في نفس الوقت بتكون مش عايزه تخلص عليها. وساعتها بتتعاطف ساره الاصليه مع النسخه بتاعتها لانها مرت بنفس المشاعر وحست نفس الاحاسيس بتاعتها، فبتقول لها ساره ان هي مش عايزه تخلص عليها، لكن في نفس الوقت لازم تستعيد حياتها تاني. وساعتها بيجي على بال نسختها فكره، وهي انهم يهربوا قبل ميعاد التحدي هما الاثنين، وبكده يقدروا هما الاثنين يعيشوا ومحدش فيهم يفقد حياته. فبتوافق ساره فعلا على الاقتراح، وكل واحده منهم بترجع البيت بتاعها. ويوم التحدي الصبح بتقابل ساره نسختها، وبيقرروا ان هما يهربوا هما الاثنين عن طريق الغابه. وفي الطريق بتحس ساره بالعطش، فبتديها نسختها من الميه بتاعتها عشان تشرب، فبتشكرها ساره وبتحس بالندم لانها كانت ناويه تخلص عليها، وبتحس ان النسخه بتاعتها طيبه جدا معاها. وبيقرروا ان هما الاثنين يستخبوا في الغابه لحد ما وقت التحدي يعدي. لكن فجاه ساره بتقف وبتحس بألم في معدتها، وبتفهم ان نسختها كانت حاطه سم في الميه، فبتنصدم ساره لانها كانت بدات تثق في النسخه بتاعتها وقررت تسامحها. لكن نسختها طول الوقت ده كانت بتخطط عشان تخلص عليها. وبعد ما ساره بتموت بترجع نسختها لمكان التحدي، وبتقول لهم ان هي ساره الاصليه، وبكده بيعتبر ان ساره الاصليه انسحبت من التحدي، وساعتها التحدي هيتلغي. لكن المسؤولين بيشكوا فيها وبيتم رفع قضيه عليها، وفي المحكمه بيشهد بيتر ان دي النسخه الاصليه من ساره، وكمان والدتها بتشهد معاها. وفعلا القاضي بيصدق وبيحكم ببراءه النسخه، وبتكمل حياتها كانها ساره الحقيقيه بعد ما بتستولى على كل ممتلكاتها وبتسيطر على حياتها كلها بعد ما خلصت عليها. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.